السلام عليكم. السلام عليكم عزيزي المشاهد، كيف الحال؟ تقييمك للاوتفيت من 10. شوف بص القميص ده جامد، في ديتيلز خطير هوريها لكم قريب لما نتحرك يعني. المهم صباح الخير، الساعة دلوقتي 10:30 11 تمام زي ما انت شايف، او انت ما شفتش حاجه بس هو في شنطتين ورايا كده دول اللي انا هاخدهم وخلاص. اللي هو ايه، احنا ماشيين عندنا هنا يومين يعني ليلتين و3 ايام، ده اليوم الثالث ولا ما بتحسبش. المهم يعني احنا خلاص ماشيين. الاوتيل ده بس يعني بس ان شاء الله كده ايه يعني يخرب عقله، ما فيهوش ولا ميزه تقريبا. بس يعني يلا بينا توديعه اخيره كده للمكان، نودع المكان الذي يعني احتوانا ل3 ايام او يومين ب3 ليالي. المهم خلاص اتس اوفر. ده انا بس انا بتعب اوريك الاوتفيت بقى. سبحان الله، شوف بص شايف، ومكوي خلي بالك، قميص مكوي بص كده، شايف بص شايف. انا اللمبه دي انا معجب بيها جدا، كان نفسي اسرقها لكن للاسف السرقه حرام. دي زي اسمها فاضيه عليه، ودي الشوز اللي انا هلبسه. بس البتاعه دي حلوه جدا، كانت عجباني قوي يعني. انا كنت مبسوط قوي وانا بصور الفيديو هنا بتاع الشيبسي، زمانه نزل خلاص يعني، كنت مبسوط والله. بس نودع الفيو بالستاره اللي ما بترضاش تفتح دي. يا رب ارحمني. يعني خلاص يعني عزيزي المشاهد، الفيو اصلا مش مستاهل ان انت تتفرج عليه اساسا. ماشي، ده السرير يعني حبيت انا اعكشه بس عشان ايه الهاوس كيبنج يعني يتسلى، بهزر طبعا. لو حتى الابداعات التجريديه اللي احنا لقيناها نسينا نودع السرير. صحيح استنى، اجمل حاجه الحمد لله تمت النطه بلا اي اصابات. بعد تفكير طويل عن السؤال الازلي هنروح فين؟ ابشركم خلاص لقينا اجابه. واهلا بيك عزيزي المشاهد في شاطئ السيب، اكبر ولايات محافظات مسقط. كان في ممشى للشط بس انا قررت اصور في مكان الصيادين عشان حسيته اهدى ومميز اكتر. الشط ده واحد من أهم المعالم السياحية في ولاية السيب، وبيطل على بحر عمان مباشرة. فور ذا كونتنت جزمة اتغرقت والستاند كان هيبوظ مني. فور ذا كونتنت كفايه خلاص كت. الحمد لله ما غرقتش يا بابا. وواحد من اجمل شواطئ سلطنة عمان، ده لو ما كانش اجمل. شط السيب اهو، الجو جميل بصراحه يعني، الجو حلو بس في شمس ضربه هنا من ناحيه. شايف بص الشمس ورا اهي، اتمنى انت تكون كده شايفني كويس. في شمس ضربه هنا وفي هنا هواء، فانت لو انت مش عارف تحدد انت عرقان ايوه ولكن مش حران، انت فاهم؟ هي دي ده تعريف الرطوبه بقى، اللي انت تبقى اللي هو حاسس ان انت يعني بص في احتباس حراري، في بص في ثقب اوزون، بس مش يعني روق حاجه. بص يعني انا قلت اكيد يعني الفيديو طويل عريض كده، اكيد وشك يعني اكيد وشي وحش اكيد. الجو جميل جدا بصراحه، الشط مميز كجو يعني. في ريحه عارف انت اللي ريحه البحر دي، بس هنا حاسسها اشد بصراحه. صباح الفل. الجو حر بصراحه يا رجاله، الجو حر.
يعني مش عارف، بس انا بسيح بصراحه. يعني انا جيت 3 ايام اتبهدلت بصراحه، بس بهدله يعني حلوه، فاهم؟ يعني انا بعمل حاجه انا بحبها، فانا تمام، انا ما عنديش مشكله. بعد ما صورت كل حاجه في الشط، طبعا ما تنساش تبقى تشوف الصور على الانستجرام. تعال نشوف هنعمل ايه تاني. قريب من الشط لقيت المسجد ده. طبعا خلاص تعودنا على جمال جوامع سلطنة عمان. الجامع ده هو جامع فاطمة بنت علي، اتبنى على مساحة كلية 63,000 متر، وتم افتتاحه يوم الجمعة 18 مايو 2018. قررنا بعد الشط نروح على مول سيتي سنتر، أكتر مول بحبه والأقرب لقلبي. بعيدا بقى عن الشوبينج والكلام اللي زهق ده، خلينا احنا في المهم. رحت على طول وجبت حاجة من الحاجات اللي بفتقدها كل مرة اسيب عمان، وهي الذرة. لقيت عنده كمان اللمبة زي ما بتتسمى او على حسب ما افتكر، ودي اكلة عبارة عن مانجا عمانية على حد علمي، يعني بتبقى قبل ما تستوي بشوية، بتتقطع وتتقشر وهي لسه خضرة، بيتحط عليها توابل زي الكمون والفلفل الاسود والشطة على حسب ما افتكر. برضو كنا على طول بناكلها في المدرسة في الفسحة ايام ابتدائي، فلما شفتها قلت لازم اجيبها. بعد ما جبت كل حاجة جه وقت الندوق. الذرة طبعا لسه زي ما هي جميلة بالليمون بتاعها. نيجي بقى لللمبة اللي كانت بيرفكتو طبعا. بعد تمشية في المول وكام ساعة كده، يلا بينا نروح على البيت. طبعا كالعادة كنت حران، بس عادي. The next day. بعتبر ان انا لسه راجع من شط السيب دلوقتي. يعني التجربة كانت حلوة بصراحة. استنى، ايه رأيك في المكان الاول؟ ما عرفتش اخد راحتي قوي في الفيديو اللي فات، فممكن اتكلم براحتي هنا. سلطنة عمان، في حبة خضار كده لحضرتك عزيزي المشاهد. كانت تجربة حلوة. اكيد طبعا لو في ايدي ان انا اكررها تاني، نروح السيب تاني. مبسوط جدا هنا بصراحة. الاجازة هنا ليها طعم تاني مختلف تماما عن مصر. وحشني المكان هنا بكل تفاصيله. في حاجات كتير قوي حصلت ممكن ابقى اكلمك عنها في فيديو منفصل عشان ما اطولش في الفيديو ده. تجربه شاطئ السيب كانت جميله زي ما قلت. اتمنى ان انا اكررها تاني، واتمنى ان انت تكون اتبسطت بالفيديو ووصلت للدقيقه دي. وبس كده، اتمنى لك يوم جميل، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتعجبك وهتكون احسن. وبس كده، كان معكم عبد الرحمن. سلام.